نتنياهو بيتفاوض مع المغاربه اللي في هولندا. نتنياهو لانه 10 من رجالنا رجال العرب كسروهم امبارح بالليل، مسحوا فيهم الاراضي. صار يقول له الاسرائيلي للعرب اللي كان عم بيضربوا فلسطين حره. هذا الفيديو من بحر قطاع غزه بنهديه لاخواتنا في المغرب الحبيب، وبنقول لاخواتنا في المغرب ما في أكبر جالية عربية مسلمة وأكرم جالية عربية مسلمة في هولندا أنا شخصيا شفتها، هي الجالية المغربية حصرا. يعني إذا أنت برمضان رحت على الجامع امبارح يا جماعة الخير في إحدى مباريات الدوري الأوروبي أياكس أمستردام يتغلب على نادي مكابي تل أبيب. والاخوان راه وقع مشكل في الفيديو اللي حطيته، راه يوتيوب صيفط ليا بزاف ديال النوتيفيكيشن على الفيديو، قال لك خاص داك الفيديو تحيدو ولا ما فيه لا مونتيزيشن لا حتى شي حاجه، وجات عليه مخالفه للقناه. كنتمنى الاخوان ما نعاودوش نكرروا شي كلمات قلناهم الاخوان في الفيديو. المهم كلكم كتعرفوا الواقعه ديال اللي وقعت. تحياتي لجميع المغاربه الاحرار في امستردام. الواقعه بلا ما نذكروا الاسماء باش يعاودوا يسجلوا لنا الفيديو، الفريق ديال اجاكس مع فريق الزريبه وداك الشيء اللي وقع. المهم الاخوان نخليكم تشوفوا الناس شنو كيقولوا على داك الشيء، ونشوفوا الاحداث اللي وقعت ونرجعوا معكم للاخر. والاخوان ما تنساوناش واحد اللايك وكومنتير باش الفيديو ما يحيدوناش اليوتيوب. وشكرا لكم. يعني فوق ما انتوا خسرانين كمان طالعين تشلخوا العلام. شو القصة؟ خلينا نشوف. امبارح كان في مباراة لأمستردام، الفريق الهولندي ولا مكابي اللي تابع للمؤقتين. المهم خسروا 5-0 المؤقتين، حلال على أمستردام. بعد المباراة طلع جمهور المؤقتين على الأرض وصار يعطي عبارات ضد العرب، ومش بس هيك، طلعوا على إحدى المباني شلخوا العلم الفلسطيني. الجمهور العربي والجمهور الهولندي المناصر للقضية الفلسطينية ما هان عليه أبدا، نزلوا فيهم معط وشمط معط وشمط معط وشمط، لدرجة في واحد من المؤقتين قال فري فلسطين كمان. ومش بس هيك، في السيارات في اللي بيقطعوا فيها كيك ما تركوا فيهم مفصل، نتفوهم تنتيف. ولك يسعد دينهم يا اخوان، يسعد دينهم. بقول لك النتيجة بين 30 لل40 واحد فيهم كروت صفراء. ومش بس هيك، يعني عندك واحد فيهم ماخذ كارت احمر. ومش بس هيك، بين 2 لل5 مفقود الاتصال فيهم، السفارة تبعيتهم جن جنونها. قالوا بده يبعتوا طيارتين على امستردام ليزقزقوهم ولا يرحلوهم، ومنبهوا على كل الجيش تبعهم ولا حد فيهم بيسافر على هولندا ولا بينزل لهناك. ومش بس هيك، حتى عم بيقولوا انه الطياره ما عادش بدها تنزل تنقذهم لانه ضربونا. ولكم شباب شو هالمباراه المرتبه؟ بحكيش عن تبعت الفوتبول اللي بعدها. تعال فهمك القصه. الهولنديين طلبوا وقفه حداد للناس اللي تضرروا بالاعصار، الدواب ما عجبهم، قال لهم طيب ماشي تلاقى على الترويحه. خسروا في المباراة، طلعوا صاروا يهتفوا الموت للعرب. شباب المغرب صاروا يقولوا هذا ايش ماله هذا، طبلوهم. وقف هيك قال له شو بدك، تليفوني خذ، قال له مصاري خذ، قال له طب اختي خذ، قال له طب شو بدك، قال له احكي فري بالستاين، قال طيب فري بالستاين، قال له خذ، ورجع ضربه. بعدين طالعين تلعبوا مباراة في هولندا يا زلمه، انتم ملعب خماسي ما عندكم. بعدين انتم ما لكوش في الفوتبول، انتم اخر مباراة لعبتوها كانت في 7 اكتوبر والخسارة كانت بالالاف. اقعد لا تقعد حلف، اقعد تكلم على قدك، اقعد. بص هذا الفيديو من بحر قطاع غزه بنهديه لاخواتنا في المغرب الحبيب، وبنقول لاخواتنا في المغرب ما في مثله، ما في مثله، ما في مثله المغرب يابا، ما في مثله، ما في مثله، اموت انا في دال ترابه، ما في مثله، ما في مثله، وما في مثله الوطن يابا، ما في مثله. رفعتوا راسي وفرحتوني. اخواتي المغاربة في امستردام خلتوني رافع راسي. فيديوهاتكم قاعد عمال افرجها للناس في جوهانسبرج طول ما انا ماشي. اي حد بقابله بفرجه اقول له دول اخواتي لحمي ودمي بيدافعوا عن اطفال فلسطين. ايه العظمه دي وايه الجمال ده وايه الحلاوه. والله بحبكم يا اخي، والله بحبكم اكتر ما كنت بحبكم. عرفتونا ان احنا كلنا حاجه واحده، كلنا بندافع عن بعض، كلنا بننصر المظلوم. اخواننا المغاربه بهولندا عاملين طوفان اقصى عالضيق يا معلم، عالضيق على قدر المستطاع. يعني دبكوا عليهم بالمعنى الحرفي للكلمه
في مجموعة منهم يا اخوان مقطوع الاتصال فيهم، ان شاء الله يطلع عندهم ابو عبيدة يعلن عن خطف 2 أو 3 باذن الله، عشان تعرفوا وين ما تديروا وجهكم مكروهين، فيش حدا طايقكم، فيش حدا بيحبكم. والله. وعشان تعرفوا قيمة السلطة، عشان تعرفوا قيمة شلوم وعباس، بدل ما انتم مبهدلين وهيك. والله لولا السلطة كل يوم يصير فيكم هيك بالضبط والله. يا أخي المغاربة حرامية، لا إله إلا الله. إيش ده؟ إيش ده؟ إيش تقول؟ إيش ليش؟ يا أخي واحد سرقني في الكام وتوك جاي وتقول المغاربة حرامية؟ دوبك جاي هولندا ودوبك تقول المغاربة حرامية؟ صدمة. أول حاجة، أول شيء قول الحمد لله على وجود المغاربة والجالية المغربية في هولندا، قول الحمد لله، هذا أول حاجة. خلينا نقول لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مغربيا بالزاف. المغاربة علموهم إن الصياعة أدب مش هز كتاف. وبعدين أنت مش قد المغاربة، بتنزل العلم من على البلكونة ليه؟ بس رغم حلاوة اللي حصل وجماله ودلاله في حاجة ناقصة. معاك حق. أنا اسمي الحقيقي وليد أزارو، وأنا أخوك سفيان مرابط، وإحنا هنا في الدويتو المغربي. 5-0. ومش هيك وبس، الجمهور المغربي أو المغاربة المغتربين في هولندا سلخوا الجمهور الإسرائيلي كتلة غير شكل. كل الحب للمغاربة من قلب غزة فلسطين، على طول مشرفينا ورفعين روسنا في كافة المحافل والبلدان. تعظيم سلام للمغاربة في كافة أنحاء العالم. الشكر إخواني المغاربة واحد ما تنبنش ما نعطيكم الصالة الإخوان. تحياتي لكم الجالية المغربية في أي بقاع على الأرض على مساندة القضية، وإن شاء الله منتصرون. والسلام عليكم. ما تنسوش واحد لايك وواحد كومنتير.